لو انت قاعده جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس، والراجل من حقه يمسك تليفون مراته ويفتشه وهي لا، وما ينفعش لو قاعده تتكلمي معاه تقومي تسيبيه وتدخلي الحمام من غير اذنه. الحمام مش اهم منه يا مدام. طبعا ده لو بيقول لها ابيات شعر مش هتعمل كده. دول بعض من تصريحات ياسمين عز وشويه كلام تاني مش مفهوم خالص، زي مثلا في عيد الحب يكفي انه يجيب لك شويه تراب من تحت رجله. ليه حضرتك هو كان هداف الدوري؟ احنا نعرف ان الجنه تحت اقدام الامهات وبس. طبعا هي قعدت تتغزل في الراجل الحلقه كلها، بس احنا وصلنا الفكره فهنقطع هنا. اصل الحكايه مع ياسمين عز بتقول ان عمرها ما عملت عمليه تجميل وان جمالها ده جمال رباني، وبعتت رساله تهنئه خاصه لكريستيانو رونالدو بعد انتقاله لنادي النصر السعودي، وقالت انها عارفه انه بيحبها وبيتابع البرنامج بتاعها، وبتقول له والنبي يا شيخ لو ليا خاطر عندك اكبر بخاطر البنت المسكينه جورجينا واتجوزها بدل ما انت مرمطها وركع بداير من مدريد. اما بالنسبه لموضوع ما تتنفسيش وهو بيتنفس فهي ما تقصدش كده بالظبط يعني، بس هي تقصد قصدي ايه بالنفس؟ يعني وهو متعصب ومتنرفز وصوت نفسه عالي من العصبيه كده بينهج وفي تنهيده كده. انا مش عارف ليه بينهج وبينهد، هي متجوزه حمار يعني، اصل ايه اللي هيخليه يتنفس هو هو؟ ومن اتيكيت التعامل مع الزوج هو انك لو بتكلمي حد في التليفون وسمعتي صوت المفاتيح في الباب. طيب ممكن نتكلم في وقت تاني علشان الفرعون الصغير الكبير وصل. فمعلش يعني عشان الايجيبشن كينج وصل وهو ماسك عليها زله باين. نيجي بقى للمنادات الشتويه والصيفيه، ورقه وقلم ونكتب كده. الصوت الشتوي هو صوت ناعم هادي ونعسان على عكس الصوت الصيفي الذي يتسم بالحده والخشونه والارتفاع. وانت بتكلمي جوزك لازم تستخدمي صوتك الشتوي. اقفلي وحولي للصيفي مع الولاد، بس الراجل يرن هوبا ترجع للشتوي. عملت لك يا حبيبي بطه بالبرتقال. ليه بتنادي على جوزك بدون القاب؟ يعني فين درس تفخيم الزوج اللي درسناه كلنا زمان؟ فين؟ صح معاكي حق يا فرعون، اندهيله كده. كملي يا فندم. ليه نسينا الدرس ده؟ فكروني نعمل حلقة بعنوان تفخيم الزوج. على فكرة أنا اكتشفت إن فكرة البرنامج ده سهلة جدا، هي أي فكرة بتيجي في دماغها بتعمل عنها حلقة كاملة. تفخيم الزوج، الفرعون، أدي ده موسم. واللي يصدمك يا عزيزي المشاهد إن في حوالي 15 واحد بيصحوا الصبح ينزلوا من بيوتهم ويروحوا الاستوديو وبيشتغلوا من ورا الكاميرا وبيقبضوا عشان الكلام ده يتذاع، ومش على تيك توك لا، MBC مصر. ده على كده بقى الحلقة الجاية عن الميمز. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا؟ قولي لجوزك يا أستاذ محمد، يبقى أنت كمان ما تقوليش محمد، تقولي أستاذ محمد. يا نطلع بياء النداء، أستاذ للتفخيم، محمد للتنعيم الشتوي. وده عشان ما حدش يقول إن البرنامج تافه ومش تعليمي. ركزي، يا أستاذ للتفخيم وتنزلي بمحمد. طيب ممكن حد يسألني دلوقتي سؤال يقول لي طب ليه نقول يا؟ ليه ما نقولش أيها؟ الله، وهنا الموضوع اختلف وهيحصل جدل على مستوى الأدب والنحو. لأن يا للقريب الحبيب، أيها للبعيد الغريب. طبعا قادر أتخيل الاستفزاز اللي جواكم، وعشان كده واضح إن ستات مصر كلهم فرحوا وزغرطوا لما عرفوا إنها ضيفة رامز جلال في البرنامج الجديد. ومن مميزات البرنامج السنة دي إننا هنقدر نسمع الفرق بين الصوت الشتوي والصوت الصيفي لياسمين عز مع الفرعون رامز جلال على أصوله. يا أستاذ رامز، وكانت دي الحلقة المنتظرة. في ستات كتيرة مستنية الحلقة دي. كيف عرفت انه رونالدو عم بيتابع برنامجي؟ أنا عارفة، في الجنة مع الراجل. ياسمين من مواليد سنة 88، بداية مشوارها الإعلامي من خلال برنامج عز الشباب، وبعديه قدمت كذا برنامج، صباحك مصري وحديث المساء، واشتركت في مسلسل بره الدنيا ومسلسل الصفعة. ايه بقى حكايتها مع الست والراجل؟ الجدل بدأ في فبراير 22 بعد ما ياسمين دفعت عن عريس ضرب مراته في يوم فرحهم، وطلبت الستات يسامحوا ازواجهم في حالة تعنيفهم. ومن بعدها اتصدر هاشتاج اوقفوا ياسمين عز منصات التواصل الاجتماعي، ومن ساعتها وهي بتمدح الراجل المصري وبتفخمه وتعظمه، وشايفه ان ده واجب اي ست ودايما واخده صف الرجاله. واتقسمت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض، لكن جه الاستاذ رامز وضحك عليها وسمعنا صوتها الصيفي على حقيقته، واخد بطار ناس كتير وستات مصر كلهم كانوا شمتانين. ودي كانت نهايه الحلقه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتتابعوا الصفحه عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. خلصت السنة.